السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه بنت سيدي الخضر مستغ العالميه. ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم لاباس ورواح ريم بصحتك. اليوم جبت لك واحد البغرير خفيف وبطريقه سهله وبنين بزاف. نبداو بسم الله ونصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا في ريسيبيون عندي كيله تاع سميد متوسط، وهذا هو السر اللي يخلي لك البغرير تاعك متقب حتى في الحاشيه ويجيك خفيف ومشي معجن. دروك نزيد له هنايا مغرف تاع خماره تاع الخبز ومغرف تاع سكر، والكيله كيما تبغي تكبريها تبغي تصغريها. دروك نزيد عليهم 3 كيسان ما يكون دافي رايح للبرود، ما يكونش حامي بزاف باش السميد تاعنا ما يوليش فيه هذاك العلك. وخلط كل شيء بالبراميكسور، الا ما عندكش براميكسور خدمي بالاشوار. وانا بعد ما بدلت السميد الرقيق بالسميد المتوسط بكل صراحه تحصلت على نتيجه روعه، ان شاء الله تجربيها. هنايا قلت لك نقعدوا غير تخلطي واحد دقيقه ولا زوج حتى يولي فيه هذيك الرغوه هكا من الفوق. نحبسو ودروك نزيدو كاس تاع فرينه، هو نفسه اللي درنا به هذاك السميد المتوسط. ونزيدو هنايا مغرف تاع لافاني وزوج خماره تاع الكاطو. نعاودو نخلطو كل شيء بالبراميكسور تاني، بصح ما نخلطوش بزاف ماشي كيما الخطره الاولى. ومع الثاني نزيدو ربع مغرف تاع ملح باش نعدلو الذوق وما يجيناش صامر. نعاودو نخلطو غير شويه باش يذوب هذاك الملح. وهنايا تحصلنا على خليط ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف. ولازم تتبعي معايا كاع هادو الخطوات اختي الكريمه باش ينجح معاك البغرير وتفرحي به العائله تاعك. ومين تكملي كاع التخلط وتصيبي هادو الفقاعات من الفوق، عارفي باللي البغرير تاعك راه ناجح. دربك نروحو باش نطيبوه. هنايا في مقله ولا كريبيير درتها انايا فوق النار تحمى، ومن بعد مسحتها غير بشويه زيت بالبانسو. ومن نبغوا نحطو هذاك الخليط تاع البغرير نقصوا للنار حتى نحطوه باش نزيدوا للنار باش بالخف يتقب معانا، وحتى في الحواشي كيما راك تشوفي ويتقب. انا خليته يطيب مليح من تحت، ما نبغيش البغرير يكون ابيض، خليته حتى دا هذاك اللون الاحمر. ومن طاب من الفوق ونشف قلعت هذيك الحبه، ومن بعد زدت الحبه الزوجه. هنا كل ما تولي طيبي حبه مور الحبه كل ما يزيد يتسقب مليح مليح، كل ما يتقبلك اكثر واكثر. وبعد ما كملت كاع الكميه اللي كانت عندي نجيبو كسرونه نديرو فيها كاس تاع عسل ومغرف كبيره معمره دهان وندوبوهم. وهنا العسل هذا منزلي راه كاين في قناتي، دخلي شوفي الفيديو. وهنا هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. البغرير تاعي راه متقب كاع، ما كاش بلاصه ما راهش متقب فيها، وحتى من جهه تحتانيه او تاني راه متقب. وكما راكي تشوفي راه ترونسبارون، يديا راهم يبانوا من مور هذيك الحبه. والوصفه راهي سهله وناجحه 100%. ان شاء الله تشوفي الفيديو تتبعيه حتى الاخير وتتبعي كاع الخطوات اللي فتنا عليها هكا باش تجربي وينجح معك وتستمتعي بالبنه. دروك الطريقه تاع التعسل تاعو، انايا نخلط هذاك العسل والدهان مليح مليح قبل ما نرفد هكا بالمغرف، ونبدا نفرغ على الحبه تاعي ونوصل لكاع الجوايه اللي يكونوا في الحاشيه كاع ندير فيهم. وهنا راكي تشوفي باللي تال موراه متقب العسل هود للحبه الزوجه اللي كانت تحت حبه هذه الفوقانيه. وهنا تعرفي باللي البغرير تاعنا تاع نهار اليوم ناجح 100%. كما راكي تشوفي متقب من الجهه التحتانيه وطايب مليح، وخليته يدي هذاك اللون الاحمر. الا قعد معك حتى من ديك الغدوه غادي تقعد هو. وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها بعد ما عسلت انا دوك الحبات وكاع. ان شاء الله تعجبك الوصفه تاع نهار اليوم، جربيها وفرحي بها العائله تاعك. ما بقى لي غير نقول لك ما تنسينيش بالجيم واشتركي في قناتي هكا باش يوصلوك كاع الوصفات تاوعي جدد. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم ومع السلامه.